بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع اللي شاغل ناس كتيرة جدا، يكاد يكون شاغل المجتمع المصري كله، وهو غلو الأسعار بالنسبة للحوم. وهل هو زي ما بيتقال في الإعلام إن الثروة الحيوانية بتاعتنا مش كفاية، أو إن في جشع تجار، أو يعني هم بيحاولوا إنهم يوصلوا لحل، فعشان يوصلوا لحل بيستضيفوا الناس اللي هم أساس الأزمة. يعني بيستضيفوا الأخ اللي هو بيندب لبنا دايما، اللي هو نائب رئيس الغرفة التجارية بالنسبة للحوم، وبيستضيفوا الأستاذ محمود العسقلاني مثلا، وبيستضيفوا اللي هو الراجل اللي هو المربي والمورد اللحوم اللي هي ام 55 جنيه، وعايزينهم يحطوا حلول لحل الأزمة اللي هم أساسا سبب فيها. الأزمة باختصار شديد سببها حاجة واحدة، أو هي 3 حاجات في حاجة يعني. أساسها انعدام الضمير، وغياب الرقابة، وسهوكة الحكومة. الحكومة اللي بتحاول تمشي المركب أو بتحاول تمشي القطر على الطريق الزراعي. ليه؟ من كلام الأستاذ اللي هو بيورد للحكومة، بيقول إن طن اللحمة اللي بيستورده كان بيستورده زمان ب 1800 دولار، النهاردة بيستورده ب 2000 دولار. بحسبة بسيطة هنحسب الدولار أقصى سعر له 8 جنيه، فالطن 1000 كيلو في 2000 دولار يعمل الطن 16000 جنيه مصري. طيب هنضيف له كمان جنيه مشال ومصاريف على كل كيلو طبعا. لا، هنقول هنضيف له 4 جنيه، يعني هيقف الطن لغايه ما يوصل ب 20000 جنيه، يقف الكيلو بحوالي 20 جنيه. ويقول لك انا باخد ربح من 2 ل 4%، والاستاذ بتاع الطب البيطري بيقول لك اي صح، هو كلامه صح. طب اذا كان هو بيبقى واقف عليه ب 20 جنيه لغايه ما يوصل للمنافس، هو بيجيبه ب 16000 الطن، يعني الكيلو ب 16 جنيه، هنضيف له احنا 4 جنيه، ونضيف له كمان من 2 ل 4% على ال 20 جنيه، يعني حوالي 22 جنيه الكيلو، 24 جنيه الكيلو، 25 جنيه الكيلو بربحه. هو بيبيعه ب 55 جنيه، يعني بيكسب اضعاف اضعاف. يعني لما بيبيعه ب 55 جنيه، يعني من 25 جنيه يعني بيكسب 30 جنيه. فده مش هيحط لك حل لحل الازمه، ده امر مفروغ منه. الحاجه الثانيه، بالنسبه للاستاذ اللي هو بيقول انا جزار نائب الغرفه التجاريه مثلا، يقول انا بشتري اللحم غالي. طبعا حته ان في تجار كبار مسيطرين على المجازر، وانها بتطلع الجزار يروح ياخد العجل زي ما يقول له سعره، ده كلام مش صح. وان كان موجود في بعض الاماكن فمش موجود في كل الاماكن. احنا عندنا في المنصوره وفي المحله الجزار بيروح السوق، او بيكون هو بيربي، بياخد لا مؤاخذه حته البهيمه بتاعته ويطلع على السلخانه يذبح، فمفيش حد مسيطر. واذا كان في سيطره يبقى بنسبه 2 3% من اجمالي السوق المصري كله. ومن كلام برضو الاخ نائب الغرفه التجاريه بيقول لك انا بجيب العجل قايم يعني حي ب 35 جنيه، وانا معاك ماشي ب 35 جنيه، مش هقول لك لا. ده البقري. طبعا البقري اغلى من الجاموس، مش كل الناس بتاكل بقري طبعا، لان في ناس محافظات بتاكل جاموس ومحافظات، فالجاموس ارخص من البقري في الكيلو حوالي 4 جنيه قايم. يعني اذا كنت بجيب البقري ب 35، يبقى انا بجيب الجاموس مثلا ب 30 ب 31. هو طبعا ما وصلش للكلام ده، هو لسه 28 جنيه الجاموس، 33 جنيه البقري. طيب بجيبه قايم صح، بيقول لي بيصفي 60%، معاك ماشي. هو البقري يصفي 70 75%، لان البقر عظمه خفيف، الجاموس يصفي 60 65%، وانا معاك. بحسبه بسيطه، اما نجيب عجل 300 كيلو زي ما بيقول في 35 جنيه، يعني كل واحد معاه آلة حاسبة يطلعها مثلا، اهو هنقول 300
في وده على كلامه طبعا، الكلام ده زياده، المفروض ان الكيلو ان يعني 32 33، احنا نقول 35 على كلامه. 300 في 3 5 يساوي 10500 جنيه. 10500 جنيه هنقول ان ال 300 كيلو بيصفوا حوالي 185 كيلو، هو صف 200 كيلو بس احنا هنقول بيصفي 185 كيلو. هنقول ال 10500 على 185 كيلو يساوي 56 جنيه و95، يعني نقول 57 جنيه معاها 57 جنيه. لو قسمنا بس في حاجة بسيطة بس عايز أوضحها، هو العجل لحم بس، العجل هيصفي لحمة مشفية 105 اللي هو ال 185 كيلو اللي هم هيعملوا 56 جنيه أو 57 جنيه للكيلو، وأنت بتقول أنا باخد 7% ربح. طيب العجل له سقط، له فشة وله طحال وله كوز قلب وفي كبدة وفي كرشة وفي ممبار وفي كوارع، كل دول بينزلوا من سعر اللحم. يعني انا دولت بينزلوا ب 1000 جنيه، ب 1000 ونص بالجلد، يعني الجلد بالسقط بيتباع ب 1000 ونص. 1000 ونص لما نيجي نسقطهم من 10500 جنيه يبقى المجموع العجل لحم عندي 9000 جنيه. 9000 جنيه 9000 جنيه اما نقسمهم على 185 كيلو يديني 49 48 جنيه و60، يديني 49 جنيه، يعني كيلو اللحم يدي 49 جنيه. مفيش حاجة في العجل بتترمى، العظم بتاع العجل بيتباع فبينزل سعره من ثمن اللحم. اما تروح تقول له اديني ماسوره يقول لك الماسوره ب 5 جنيه، العرقوب اللي مع الموزه بيبيعوه ب 10 جنيه، الدهن اللي المفروض يتباع ب 6 جنيه هم بيحطوا لك 100 جرام على كيلو اللحمه، يبقى واقف كيلو الدهن ابو 6 جنيه بنفس سعر اللحمه. يبقى غلو اللحمه جه منين؟ من انعدام الضمير عند التجار وغياب الرقابه. الله يرحمه زعيمنا الراحل الرئيس السادات اما ده حصل ورخص كل شيء في خطابه الشهير، هو عمل حاجه بسيطه، هو فعل الرقابه، عمل هامش ربح. الراجل بيقول انا باخد ربح 7%، لا احنا هنديك ربح 20%، 48 جنيه 50 جنيه، اما تاخد 20% ربح يبقى 10 جنيه 60 جنيه كل اللحم، بلاش 48 جنيه زي ما هو طالع. وطبعا هو اقل من كده، لان انا بشتري انا كراجل بالسعر ده من بره، انت كجزار بتشتري بالنظر فبتشتري اقل، هنقول ب 60 جنيه الكيلو تمام التمام وتبقى مرضي و10 على 10. الرئيس السادات اما فعل الرقابه وعمل هامش ربح على الطبيعه، لان الرئيس السادات ما جاش رئيس الا اما اشتغل وعاش وسط الشعب وعاش مع الشعب وحس بآلامه وحس بكل اللي بيحس بيه الراجل الفقير، لانه كان هربان، فبالتالي كان كل قراراته صائبه وكانت توجيهاته صح. جاب العجل ذبحه، شافه بيصفي كام، باع الحواشي اللي جواه، شاف اللحم صافي بيصفي كام، ادى عليها مش ربح، وهو ده السعر اللي بيبيعه الجزار وممنوع يطلع عنه، وممنوع ذبح الاناث والذبح يومين في الاسبوع. فكل اللي احنا محتاجينه مش ان احنا نجيب تاجر ونجيب مربي ونجيب العسقلان اللي كلهم بيكسبوا واحنا بالنسبه لهم الشعب بالنسبه لهم سبوبه، لا احنا نفعل دور الرقابه وندي هامش ربح مظبوط، واللي يطلع عن السعر ما ندلوش غرامه ولا مخالفه، احنا نحاكمه محاكمه عسكريه، لان ده قضيه امن دوله، ده قضيه مجتمع فقير الفقر بيطحنه وبياكل فيه فما بيقدرش يتكلم، فعشان يتكلم بينفذ فبيطلع يزعق فيقول لك مظاهرات وقانون مظاهرات و لا احنا في غنى عن كل ده. الشعب عايز الحكومه تبص له بعين الرضا، والحكومه مش هتتعب
الحكومة مش هتغرم حاجة، ده الحكومة هتفعل الرقابة بس، هتعمل هامش ربح زي كل الدنيا ما بتعمل هامش ربح. فاللحمة أزمتها في جشع التجار وانعدام ضميرهم وغياب الرقابة وبعد الحكومة عن الشعب. وعلى فكرة يقولوا العلف غالي العلف رخيص، العلف لما بيكون غالي اللحم بيرخص، لأن المربين بيطلعوا ما بيخزنوش عندهم، لأن مش هيقدروا يصرفوا عليه فبيطلعوا فبيبيعوا، فيبقى المعروض كتير. أما ما يبقى العلف رخيص التاجر المربي بيربي بيقعد عنده شهر واثنين وثلاثة عايز يربي لحم. واللي بيقولوا ان مفيش ثروه حيوانيه في البلد، انا عندي سوق في البلد بيقعد 3 ايام، بيقعد خميس وجمعه وسبت، واول يوم زي اخر يوم، وده سوق في بلد. امال بقيه البلاد ما عندناش ازمه، احنا عندنا ازمه في الضمير. يا حكومه نظره بعين الرضا وبص لنا وفعل الرقابه واعملي هامش ربح، وفي الاخر كلنا كسبانين. الجبهه الداخليه هتبقى مستقره، الناس هتحس ان الحكومه بتطلع لها قرارات لصالحها، هنحب الحكومه، هنغني زمان زي ما كنا بنغني لمصر. كانت في اغنيه حلوه قوي كنت بحبها، وكان الشعب المصري كله بيغنيها، الله يرحمه علي اسماعيل. كان بيقول: حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. في زمن الفن الجميل، وفي زمن المحبة، وفي زمن الحكومة اللي حاسة بالشعب، وكانت الحياة هادية وبسيطة. نظرة بعين الرضا يا حكومة. وأحب أذكر وأقول يا حكومة خدي بالك، شهر واحد جاي هتسأليني أو هيسألني واحد يقول لي يعني إيه شهر واحد جاي؟ أقول له يعني أزمة الغاز لازم نعمل حسابها من دلوقتي. ما نجيش في شهر واحد ونقول ده احنا فوجئنا إن الجو وحش والغاز في المواني ونرجع تاني لأزمة كل سنة. عايزين نحس بيكم يا حكومة، انتوا حسيتوا بينا يوم ما طلبتونا، احنا كمان عايزين نحس بيكم. احنا كمان عايزين نحس بيكم. وهي هامش ربح هيريح الكل، واللي مش هيوافق على هامش الربح يقفل، اللي مش هيوافق على انه ما يستغلش المواطن المصري البسيط يقفل. نفتح باب الجمعيات، كل مصلحة وكل وزارة تعمل جمعية من موظفينها. يعني كنا احنا عملناها مرة، وكانت اتعملت مرة زمان وسط الاهالي وسط الاحياء، كل حي يجمع الناس اللي موجودة فيه، ده حل. يجمع الناس اللي موجودة فيه في 100 في 200 في 3، يفتحوا محل يعملوا اسهم السهم ب 100 جنيه ب 50 جنيه على حسب، وبرضه كل وزارة وكل مصلحة حكومية ويبقى فيه محل، ويجوا يفتحوا في المحل ده، يجيبوا يبقى فيها لحمه ويبقى فيها خضار ويبقى فيها، بحيث ان احنا التجار ما يستغلوا. ما ننتظرش ان الحكومه تجيب لنا تقول لنا هجيب لكم حاجات متنقله تبيع لكم، لانها مش هتوصل لنا. الحكومه مش هتجي لنا، الحكومه بتروح اماكن معينه مع عربياتها لانها ما تقدرش توصل لكل الاماكن. احنا الحل من عندنا نعمل جمعيه باسهم، كل مصلحه توفر مكان في المصلحه بتاعتها من جوه او من بره، الحي يجتمع مع بعض، كل حي شباب الحي او رجاله الحي يجيبوا محل في الحي موجود يعملوا جمعيات، الجمعيه يجيبوا واحد يشتغل فيها جزار، والله العظيم هيكسبوا وهيبقى 10 على 10، وهيجوا اخر السنه يشوفوا ربح الجمعيه يوزعوا عليهم من الاسهم او يجوا لهم بها بضاعه. وكده هنبقى احنا عندنا اكتفاء ذاتي، مش هنروح للتجار، لان احنا اللي بنتاجر لنفسنا واحنا اللي بنكسب من نفسنا. السهم هيجي اخر السنه ليك قد كده، كسبنا كذا، عملنا وفينا، بس اهم شيء ان احنا ناخد بالاسعار
الصح، الاسعار السليمه. يا ريت الحل ده يتنفذ، ويا ريت المصالح الحكوميه الناس اللي فيها ما تتعنتش وتوافق، اللي هم طبعا الرؤساء الموظفين غلابه. ويا ريت يعني نقدر في الوقت الحالي نفعل الرقابه. وبنقول يعني ربنا معانا ومع الحكومه يا رب، ضد الجشع وضد انعدام الضمير، ونعبر بمصر كلنا مع بعض إلى طريق الأمل والرخاء. وفي النهاية بتمنى الخير للكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.